هناك أشياء مميزة في أكاديمية البناء الرياضي، 3 أشياء مميزة جدا. الأولى هي أكاديمية ذاتية مجانية دون مقابل، لا تأخذ المبالغ من اللاعبين واللاعبات. والثانية تدريباتها على الساحات المكشوفة الترابية 11 لاعب. هي أكاديمية مختلطة من كل الجنسين ومن أديان مختلفة. مشاهدين سنجار ميديا الإعلامية، صباح الخير، أسعد الله صباحكم. صباح الخير من جبل الشامخ، من جبل التين والتبخ. صباح الخير زميلتي عالية الهسكاني، شكرا جزيلا. صباح الخير متابعي ومشاهدي شاشة سنجار ميديا الإعلامية. في هذه الحلقة نستضيف وإياكم ضيفين مميزين، نتكلم عن حياة الرياضة أو الجانب الرياضي في سنجار. في هذه الحلقة نملك ضيفين مميزين، كابتن علي وكابتن سمير، كلاهما مسؤولة عن أكاديميات رياضية. شكرا جزيلا لحضوركم. كابتن سمير، تعرف على كابتن سمير. صباح الخير كابتن. صباح الخير للجميع، شكرا لمؤسسة سنجار ميديا على الاستضافة. أتمنى يكون الصباح الرياضي نشاط حيوي. كابتن سمير مدرب أكاديمية تل بنات الرياضي ومدرب سيدات سنجار. أهلا وسهلا كابتن، شكرا جزيلا. نرى أن في بداية الحديث أن هنالك نشاط وحيوية جدا رائعة في هذه الحلقة. نود في بداية حلقتنا أن نعم كابتن سمير، نود أنه تعرف عليك أكاديمية البنات وخططكم المستقبلية، ومن هو مؤسس أكاديمية البنات الرياضية. أكاديمية البنات الرياضية هي تعتبر الأكاديمية الأولى في السنجار، وبداية فتح أكاديميات أخرى في باقي المناطق. وأنا كمدرب بعد رجوعي من مخيمات النزيق والعودة إلى السنجار فكرت أن هناك مواهب يستحقون التواجد في الأكاديميات والتدريب، ففتحت أكاديمية تل بنات الرياضية بجهود ذاتية من قبل مدربين ومدربات أهالي البنات. وبعد ذلك اتطورت وتوسعت هذه الأكاديمية وشجعت باقي المناطق، لأن هناك أكاديمية واكتشفت مواهب على مستوى السنجار وعلى مستوى العراق أيضا. هذه الأكاديمية تمتلك عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من جميع فئاتها. مثلا عدد يكون الأكبر في السنجار أو في العراق 350 أو 360 لاعب ولاعبة من جميع الفئات والأعمار من كل الجنسين. هناك أشياء مميزة في أكاديمية البناء الرياضي، 3 أشياء مميزة جدا. الأولى هي أكاديمية ذاتية مجانية دون مقابل، لا تأخذ المبالغ من اللاعبين واللاعبات. والثانية الأكاديمية الأهم أنها تتدرب تدريباتها على الساحات المكشوفة الترابية 11 لاعب. هاي الأهم اللي تستطيع تكشف مواهب على مستوى عالي. من المستحيل ولا يمكن لاعب تظهر موهبتها من ملاعب سباعية. في الآونة الأخيرة المجتمع العراقي والسنجاري عامة تهتمون بملاعب سباعية مصغرة، وهذه الملاعب خطيرة جدا على قتل مواهب اللاعبين واللاعبات وخطورة الإصابات أيضا من كثرة التقارب وعدد الكبير من اللاعبين واللاعبات داخل الملعب. الشيء الأهم في أكاديمية البنات الرياضية هي أكاديمية مختلطة من كل الجنسين ومن أديان مختلفة، يعني من يزيديين ومسلمي البنات يعيشون مع بعض ويتدربون بكل رفاهية وبكل يعني روح رياضية موجودة داخل ملعبها وخارجها. فشيء كلش أنا ممتع به ومرتاح به. شكرا جزيلا على هذا الكلام الجميل. في أكاديمية تل بنات الرياضية هنالك من كلا الجنسين ومن عدة مكونات.
من اليزيديين والمسلمين. أنت بصفتك كمدرب لهذه الأكاديمية كيف تشاهد التعايش السلمي ما بين المكون اليزيدي بجانب الرياضي. بجانب الرياضي. يعتبر تل بنات كسنجار مصغر بالنسبة للسنجار، لأن منذ 30 أو 40 أو منذ السبعينات لحد الآن يعيشون مع بعض بكل حياة طبيعية، أعياد ومناسبات. أما بالجانب الرياضي فهناك روح رياضية بين أهالي تل بنات، بين المسلمين ويزيدين. حتى في الآونة الأخيرة لا أحد يعرف من هو اليزيدي من هو المسلم من كثرة التعايش السلمي والروح الرياضية. يعتبر تل بنات سنجار مصغر، وخاصة الحمد لله في داخل سنجار هناك تعايش سلمي وروح رياضية جميلة جدا، نتمنى تستمر وتتطور أكثر إن شاء الله. جميل. كابتن سمير، كيف ترون تفاعل الجانب النسوي في رياضة أو في أكاديمية البنات؟ الحمد لله في الفترة الأخيرة تطورت أكاديمية البنات الجانب النسوي خاصة بدعم من الأهالي. يوم ورا يوم يعني تزداد عدد اللاعبات من خلال التدريب، والشيء الأهم والأجمل يكون أهاليهم يطالبون بالالتحاق يعني بناتهم إلى تدريبات أكاديمية البنات. الفئة يلي لو الفتيات الموجودة بأكاديمية فئة العمر يعني فيها من حاليا بالنسبة للبنات الأعمار مفتوحة بسبب قلة الجانب النسوي في ممارسة الرياضة من 4-5 سنوات إلى 25 سنة موجودة هذه الفئة. كابتن سمير، من ضمن هذه الفئة الموجودة داخل الأكاديمية هل هنالك لاعبات برزوا على مستوى الأكاديمية؟ وهل أنا أتكلم على الجانب النسوي وليس الذكور، هل هنالك لاعبات برزوا من ضمن الأكاديمية؟ في أكاديمية البنات خلال فترة قصيرة جدا هناك 12 لاعبة من أكاديمية البنات الرياضي من ضمن المنتخبات المنتخبات العراقية، منتخب الواعدات ومنتخب الناشئات ومنتخب الشعبات. حاليا 12 والعدد نحو التقدم والتزايد إن شاء الله. مشاهدين سنجار ميديا، فاصل قصير ونعود. الآن نصل إلى ختامية الحلقة. إذ كان لديكم رسالة أن توجهوها من خلال شاشة سنجار ميديا. نعم مشاهدي سنجار ميديا، نصل الآن وإياكم إلى نهاية صباحنا لهذا اليوم. أعتقد كان صباح جميل ومليء بالمحبة والرياضة والنشاط الحيوي، وأيضا ضيوفنا أيضا كان لهم رسالة يوجهونها إلى أهالي اللاعبين واللاعبين من خلال شاشة سنجار ميديا. أنا وزميلتي علي الحسكاني نصل إلى نهاية حلقتنا إلى هذا اليوم، إلى صباح آخر وإياكم دمتم بخير وسلام.